فيديوهات المطربة رحمة محسن الأكثر بحثًا ومفاجأة تكشف عن مقاطع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بالخبر ده، أتمنى إن هو ينول إعجاب حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الخبر مستنية دعمكم ليا على القناة، لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل ما هو جديد. ونبدأ بتفاصيل الخبر. تصدر اسم المطربة رحمة محسن محركات البحث خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بعد انتشار مقطع يجمعها مع زوجها في لحظات خاصة جدا، وقد تعاطف الجمهور مع المطربة كونها لم تكن تعلم بهذا التصوير وهو السلاح الذي استخدمه طليقها ضدها في وقت لاحق من أجل ابتزازها. وانتشر في البداية مقطع فيديو مدته 38 ثانية يظهر لحظات شخصية للمطربة أثار ضجة واسعة تجاوزت حدود الفيديو الأول، إذ تشير التقارير إلى أن هذا المقطع هو الأول من بين 8 مقاطع مسربة توثق لقاءات خاصة جرت خلال فترة ارتباطها برجل أعمال مصري شهير. وكشفت معلومات أن شخصا ما يحتفظ ببقية المقاطع ويستخدمها في عملية ابتزاز مالي ضد الفنانة، حيث وصلت مطالبه إلى ملايين الجنيهات مقابل عدم نشر باقي الفيديوهات. في أول تعليق رسمي نفى أحمد فرج طليق رحمة محسن أي علاقة له بتسريب الفيديو أو المقاطع الأخرى، مؤكدا أنه يتعرض لحملة تشويه منظمة بعد انفصاله عنها قبل أشهر. قال في تصريحات: انفصلنا بعد 4 أشهر فقط من الزواج بسبب خلافات كبيرة، لكنها تحاول الآن إلصاق التهم بي رغم أنني بعيد تماما عن حياتها. وأضاف أن رحمة حاولت التواصل معه مؤخرا وطلبت منه نشر صور قديمة لهما معا، لكنه رفض ليتفاجأ لاحقا باتهامات كاذبة بأنه وراء التسريب. وأكد أنه يمتلك أحكام قضائية تثبت براءته وهو مستعد لتقديم كل الأدلة للجهات المختصة. في تطور لافت تم تسريب وثيقة زواج عرفي بين رحمة محسن ورجل الأعمال مؤخرا بعام 2023 وموقعه في القاهرة بحضور عدد محدود من المقربين. وأظهرت الوثيقة أن الزواج تم بشرط السرية التامة بناء على رغبة الزوج الذي رفض الإعلان عن العلاقة إعلاميا لأسباب شخصية. بكده يكون خلص الخبر ده، ولكن ما خلصتش أخبارنا على مدار اليوم وكل يوم. استنوني في خبر جديد عشان نكشف لكم تفاصيل أكتر عن حقيقة اتهام رحمة محسن لطليقها بتسريب الفيديوهات دي، أو هي اللي سربتها عشان تعمل ضجة. الله أعلم. ده اللي هنعرفه في الأيام الجاية. تابعوني علشان تعرفوا كل ما هو جديد.